والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد شرعنا في الأمس في ذكر قصة يوسف. ويوسف كم له من الإخوة؟ كم؟ لا، كم له من الإخوة؟ هم 12 كلهم. كم ليوسف من الإخوة؟ 11. 12 مع يوسف هم 11 كلهم إخوة ليوسف من أمه وأبيه. كم أخ ليوسف من أمه وأبيه؟ واحد اسمه بنيامين، والبقية 10 إخوانا من أبيه. من أبيه. قال نواصل. قال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، بعد أن دخل في قلوب إخوته الحسد لما وصل إليه يوسف عليه الصلاة والسلام من حب أبيه له، شدة حبه له، ذهبوا يكيدوا ليوسف. قال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، أي غيبوه عن أبيه في أرض بعيدة لا يتمكن من رؤيته فيها. أي اختاروا أمرين، تشاوروا فيما بينهم فقالوا إما أن نقتل يوسف وإما أن نذهب به إلى أرض بعيدة ونضعه هناك نغيبه، فلا يتمكن يعقوب عليه الصلاة والسلام من رؤية يوسف. فإذا فعلوا هذه الأمرين إلى ماذا يريد أن يتوصلوا؟ قال فإنكم إذا فعلتم أحد هذين الأمرين يخلو لكم وجه أبيكم، أي يتفرغ لكم ويقبل عليكم بالشفقة والمحبة، فإنه قد اشتغل قلبه بيوسف شغلا لا يتفرغ لكم، وتكونوا من بعده، أي من بعد هذا الصنيع. لماذا يريد أن يبعدوا يوسف بالقتل أو بنفيه بعيد؟ لأجل أن يتفرق قلب أبيهم ويعقوب عليه الصلاة والسلام، قلب يعقوب عليه الصلاة والسلام لحبهم. فبعد أن يذهب يوسف خلاص يعقوب عليه الصلاة والسلام يوسف ليس موجود، ما سيذكره. هم في مخيلتهم وفي آرائهم هذا الأمر، أن يوسف إذا ذهب خلاص أبونا سيتفرغ لنا وسيحبنا. ثم قال وتكون من بعده، أي من بعد هذا الصنيع، إما قتل يوسف وإما إبعاده، من بعده قوما صالحين، أي تتوبون إلى الله وتستغفرونه من بعد ذنبكم. فقدموا، قال علامة السعدي، فقدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم، تسهيلا لفعله وإزالة لشناعته وتنشيطا من بعضهم لبعض. بعد أن اتفقوا على تشاوروا على أن يقتلوا يوسف أو يبعدوه، وقالوا في أثناء مشاورتهم نفعل هذا الأمرين لكي يتفرق لنا أبونا ويحبنا. وفي ضمن مشاورتهم قالوا وتكون من بعد هذا الصنيع، من بعد إما قتل يوسف وإما إبعاده قوما صالحين، بعد هذا الصنيع نتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب ونستغفره. فقدموا العزم على التوبة، هم عزموا الآن على ماذا؟ وتكون من بعد قوم صالحين، عزموا على التوبة قبل أن يفعلوا، قبل أن يقتلوا، قبل أن يبعدوا يوسف، قبل الذنب. وهذا ماذا قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى؟
هذا يسبب ماذا؟ قال تسهيلا لفعله، أي تسهيلا لفعل الذنب، فإن هذا مما يسهل الذنب. إذا يقول العبد أنا سوف يعني أفعل هذا الفعل، سوف أفعل هذا الفعل وبعد ذلك سأتوب، بعد ذلك سأتوب، يسهل عليه الفعل، أنه يقول أنا سأتوب. لكن العبد لا ينبغي له ذلك. لماذا؟ لأنه لا يدري هل سيبقى إلى ما بعد الذنب أو يموت في أثناء الذنب. ما تدري نفس بأي أرض تموت، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلا ينبغي صدور هذا من العبد، صدور هذا من العبد. قال وإزالة لشناعته، أي يزيل هذا الذنب عظيم، قتل أو إبعاد يوسف عليه الصلاة والسلام من أبيه، وأبوه النبي يعقوب عليه الصلاة والسلام، هذا ذنب شنيع، لكنهم من أجل ألا يكون عندهم شنيع يقول نحن سنتوب، ومن تاب تاب الله عليه، من تاب من الذنب كمن لا ذنب له. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، أي قال قائل من إخوة يوسف الذين أرادوا قتله أو تبعيده، وهم كم؟ 10، هم الذين اتفقوا، هؤلاء 10 إخوته من أبيه. لا تقتلوا يوسف فإن قتله أعظم إثما وأشنع، والمقصود يحصل بتبعيده عن أبيه من غير قتل، ولكن توصلوا إلى تبعيده بأن تلقوه في غيابة الجب وتتوعدوه على أنه لا يخبر بشأنكم، بل على أنه عبد مملوك آبق منكم، لأجل أن يلتقطه بعض السيارة الذين يريدون مكانا بعيدا فيحتفظون فيه. وهذا القائل أحسنهم رأيا في يوسف وأبرهم وأتقاهم في هذه القضية، فإن بعض الشر أهون من بعض، والضرر الخفيف يدفع به الضرر الثقيل. فلما اتفقوا على هذا الرأي في أثناء المشاورة، منهم من قال يقتل يوسف، ومنهم من قال يبعد بعيد عن أبيه، مكان بعيد، مكان سحيق بعيد لا يعرف أين هو. وقال قائل منهم وهو أفضلهم رأيا وأحسنهم وأبرهم وأتقاهم في هذه القضية: لا تقتلوا يوسف، هذا ذنب شنيع، هذا ذنب عظيم، وكذلك التبعيد، وكذلك يعني التبعيد. والمقصود الذي نريده نحن ماذا يريدون؟ أن يبعدوا يوسف عن أبيه، يبعدوا يوسف عن أبيه لكي يتفرق قلب يعقوب عليه الصلاة والسلام له. قال يعني المقصود يحصل بتبعيده عن أبيه من غير قتل، ولكن توصلوا، قال لهم معنى توصلوا إلى تبعيده بأن تلقوه في غيابة الجب، بمكان يستقي منه الناس، يأخذوه البئر، يأخذوا من يعني البئر التي يعني تسمى جب، هذا الذي يعني هي مطوية يعني يبنى عليها، هذا يسمى جب. ألقوه فيها وقولوا له أنه لا يخبر عنكم أنكم إخوته، لا، كما سيأتي أنهم انتظروا حتى جاء السيارة، هم مسافرون، معروف أن هذا البئر يمر عليها المسافرون فيأخذوا منها الماء. ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، بعض المسافرين، ويذهب به إلى مكان بعيد ويحصل المقصود. قال وهنا من هنا يؤخذ قاعدة، قال فإن بعض الشر أهون من بعض. نعم، بعض الشر أهون من بعض. هنا أن يأخذه السيارة، أن يأخذه المسافرين إلى مكان بعيد أهون من قتله، فإن بعض الشر أهون من بعض، والضرر الخفيف يدفع به الضرر الثقيل. الضرر الخفيف هنا هو أن يوضع في الجب فيأخذه السيارة دفعا للضرر الثقيل، ما هو؟ القتل. وهذا في كل شيء، وهذه قاعدة،
وهذه قاعدة من أصول الدين، قاعدة من أصول الدين: ارتكاب أدنى المفسدتين، ارتكاب أدنى المفسدتين أولى من ارتكاب أعظمهما. إذا تعارضت مفسدة ومفسدة، مفسدة صغرى ومفسدة عظمى، مثال ذلك صائل: جاء رجل يريد أن يسرق مالك، لك حق المدافعة حتى أن تقتله، إذا ما استطعت إلا أن تقتله لك الحق فيها، لكن تبدأ بالأخف، تبدأ بالأخف. أول شيء تضاربه، إذا رأيت أن ما في شيء، مثلا الآن يعني عند هذه الجوالات تتصل أو تفعل له شيء يمسكه، تفعل له شيء يمسكه، أولى من أنك تقتله، أولى من أنك تقتله. فارتكاب ارتكاب أدنى المفسدتين أولى من ارتكاب أعلاهما، أعلى المفسدة. إذا تعارضت مفسدتان صغرى وكبرى فترتكب الصغرى، فترتكب الصغرى. قال: فلما اتفقوا على هذا الرأي، وهذا ليس بابه هنا، فقط مثال، بابه في أصول يعني الفقه، في قواعد الفقهية، باب ارتكاب أدنى المفسدتين، هذا فقط من باب المثال، ولعلنا يعني لم نوضح في هذا الشأن. قال: فلما اتفقوا على هذا الرأي قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا. اتفقوا على أن يبعدوه ولا يقتلوه. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. الآن انتقلوا إلى المرحلة الثانية. المرحلة الأولى اتفقوا ماذا يفعلوا بيوسف، الآن المرحلة الثانية كيف يخرجوه من أبيه، كيف يخرجوه من أبيه. وسيذكر العلامة السعدي رحمه الله تعالى من فوائد هذه القصة والعبر أن الشيطان يستدرج العبد، يأتيه قليلا قليلا، ما يأتي مباشرة، وأنه يسهل له الطريق. إذا أراد أن يصل العبد إلى يعني معصية وإلى ذنب ليس مباشرة يأتي به إلى المعصية، قد يستبعد العبد المؤمن المتقي، يستبعد يعني خاصة في الكبائر، لكن يسهل له شيء فشيء حتى يوصله إلى ما يريد، إلى ما يريد. وهنا الشيطان يعني أوصلهم إلى الطرق، أوصلهم إلى الطرق، أي قال إخوة يوسف متوصلين إلى مقصدهم، إلى ما يريدون، إبعاد يوسف لأبيهم: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أي لأي شيء يدخلك الخوف منا على يوسف من غير سبب ولا موجب، والحال أنا له لناصحون، أي مشفقون عليه، نود له ما نود لأنفسنا. قال: وهذا يدل على أن يعقوب عليه السلام لا يترك يوسف يذهب مع إخوته للبرية ونحوها. الحال أن يعقوب عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه لا يجعل يوسف يذهب مع إخوته للبرية، لا يجعل، وإنما يبقيه عنده ملازم له وهو معه يخاف عليه. وهذا يدل على شدة حبه ليوسف عليهم الصلاة والسلام. فعندما اتفقوا على إبعاده جاءوا إلى المرحلة الثانية، يريدون أن يخرجوه من أبيه، فتلطفوا بالخطاب مع أبيهم، قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا، لماذا تخاف على يوسف إذا كان معنا من غير سبب؟ وهم أضمروا سببا، لكن هو لا يعلم، ليس مطلع على الغيب ولا يعلم ما تكنه الصدور يعقوب عليه الصلاة والسلام. هم أظهروا أنهم يقولون: نحن إخوته، لماذا تخاف وليس هناك سبب يجعلك تخاف منا؟
هم أظهروا الود والحب ليوسف عليه الصلاة والسلام، وما في هناك سبب ظاهر أمام يعقوب عليه الصلاة والسلام. ما لك لا تأمنا؟ لماذا تخاف على يوسف من أن نأخذه معنا للبرية، يعني البرية، إلى يعني اصطادوا من غير سبب. وقالوا وإنا له لناصحون، أي مشفقون عليه، نحن نحبه ونشفق عليه، نحن نحبه ونشفق عليه، لماذا لا تأمنا مع أن ناصحين له؟ قال فلما نفوا عن أنفسهم التهمة المانعة لعدم إرسالي معهم، أي أنهم لا يريدون أن يكيدوا به، وإنما يريدوا أن يخرجوه معهم شفقة ورحمة به وحبا، ولأنهم يحبونه نفوا عنهم التهمة أنهم ما يريدوا أن يكيدوا به وما يريدوا أن يفعلوا به شر، بل يريدوا له الخير. هذا الذي أظهروه، والذي أبطنوه لا، يريدوا له الشر. قال ذكروا له من مصلحة يوسف وأنسه الذي يحبه أبوه له ما يقتضي أن يسمح بإرساله معهم، فقالوا أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب، أي يتنزه في البرية ويستأنس، وإنا له لحافظون، أي سنراعيه ونحفظه من أذى يريده. بعدما ذكروا نفوا عنهم التهمة من أنهم لن يفعلوا به شر، وإنما يريدوا له يعني خير، وهم مشفقون عليه وهم يحبونه. بعدما نفوا عن أنفسهم التهمة ذكروا مصلحة ليوسف، ويعقوب يحب هذا، يحب أن يوسف يستأنس، يفرح، يكون مسرورا، فقالوا دعه يذهب معنا لكي يتنزه ويفرح. فيعقوب أعجب بهذا، ما دام أنهم مشفقون عليه ويحبونه، أظهروا الشفقة والرحمة له، وما دام أنهم يريدون مصلحة يوسف بأن يكون مسرورا وأن يستأنس وأن يفرح، يعقوب يعني بعد هذان السببان ما كان منه إلا أن يعطيهم. قال فأجابهم بقوله إني ليحزنني، مع ذلك عاد تردد، قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، أي مجرد ذهابكم به يحزنني ويشق علي، كما تقدم كلام العالم السعدي أنه كان لا يستطيع أن يفارقه ولا يجعله يذهب معهم، فقط مجرد مفارقة يوسف ليعقوب عليه الصلاة والسلام يحزن يعقوب ويشق عليه، فراق يسير. دليل هذا على عظيم المحبة ليوسف عليه الصلاة والسلام من أبيه. قال أي مجرد ذهابكم به يحزنني ويشق علي، لأنني لا أقدر على فراقه ولو مدة يسيرة، فهذا مانع من إرساله. ومانع ثاني وهو أني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، أي في حال غفلتكم عنه، لأنه صغير لا يمتنع من الذئب. ذكر مانعين يعقوب بعدما ذكروا له يعني لماذا لا ترسلوا معنا ونحن نحبه ونشفق عليه ونريد مصلحته، ذكر مانعين. المانع الأول أنه لا يستطيع أن يفارقه ولو لمدة يسيرة. المانع الثاني أنه يخاف أن يأكله الذئب. كيف يأكل الذئب؟ قال أنتم تذهبون خلف الصيد وتغفلون عن يوسف، ويوسف ما زال صغير لا يستطيع أن يمتنع من الذئب، يبقى وهم يذهبون يركضون يعني يجرون خلف الصيد، ويبقى يوسف، فيأتي الذئب فيأكل يوسف عليه الصلاة والسلام. قال فأجابوا قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، أي جماعة حريصون على حفظه، نحن جماعة ونحن حريصون على حفظه لأننا مشفقون عليه ولأننا نحبه، إنا إذا لخاسرون، أي لا خير فينا ولا نفع يرجى منا إن أكله الذئب وغلبنا عليه. فلما مهدوا لأبيهم الأسباب الداعية لإرساله وعدم الموانع سمح حينئذ بإرساله معهم لأجل أنسه. فلما مهدوا الطريق لأبيهم ذكروا له الأسباب التي
تجعله يرسل يوسف. نحن نحبه ونشفق عليه ونحن له ناصحون ونريد مصلحته، وردوا على المانع الذي يعني أنه لا يستطيع أن يفارقه، قالوا هذا لمصلحته. والمانع الثاني أنه يأكل الذئب، قالوا لا، كيف سيأكل الذئب ونحن عصبة ونحن حريصون على ألا يصيبه أذى، إن إذا لخاسرون إذا أكله الذئب، أي لا خير فينا ولا نفع فينا ولا نفع يرجى منا إن غلبنا الذئب فأكل يوسف. فعند ذلك اقتنع يعقوب عليه الصلاة والسلام فأرسله معهم. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.